شكرا لك زميلي فيصل. بالتأكيد الآن الصورة واضحة، خروج الأمير نواف بن فيصل، مبادلة التحية مع جماهير المملكة العربية السعودية الوفية التي حضرت اليوم وساندت اليوم المنتخب السعودي، وكان رجال المنتخب على قدر هذا الحضور. بالتأكيد صحيح أنه كان في شوط واحد ولكنه يعني الكثير والكثير. الآن يسرنا أن نلتقي واللقطات واضحة الآن للأمير نواف بن فيصل في مبادلة التحية مع الجماهير. الكابتن أحمد الفريدي، الكابتن نايف الزازي، أنتم شاهدتوا الآن الأمير نواف بن فيصل كيف يتبادل الفرحة. قبل ندخل بتفاصيل المباراة، إيش تعني لكم الفرحة المتبادلة؟ أنه أنتم اليوم قدرتوا تفرحون أعلى سلطة رياضية وقدرتوا تفرحون حتى الشعب السعودي كافة بالعودة لمستواكم والعودة لهيبتكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله كان حضور الجماهير اليوم يعني في المستوى، لكن كنا نطمع اكثر من كذا. حضور الامير نواف بن فيصل كان له يعني حافز كبير للاعبين. اتوقع اننا كنا يعني في قد المسؤوليه اليوم. فرحنا الامير، افرحنا الجماهير، افرحنا الوطن. راح المهم وبقي الاهم امام عمان ان شاء الله. كابتن، في مباراة اليوم ما الذي تغير في المنتخب السعودي عن المباريات الماضية؟ اليوم خاصة في الشوط الثاني روح مختلفة، أداء مختلف كابتن. اتوقع انه من مباراة تايلاند اللي اقيمت هناك كان اداءنا الحمد لله ممتاز. اليوم كان اكثر من رائع. حضور الجماهير وحضور الامير وآمال الجماهير السعودية خارج الملعب، هذا اللي خلانا يعطينا حافز أكبر في الملعب، وهذا اللي غير يعني طريقة لعبنا وطريقة أدائنا وروحنا طلعت اليوم في الملعب. كابتن، فقط حتى في مجريات هذه المباراة تحديدا في أدائكم في اللعب في التمريرات القصيرة اليوم كنتم مختلفين عن المباراة الماضية، كان في وصول كثير للمنتخب الخصم. استفدتوا من رتم الدوري 8 جولات؟ طبعا أكيد، يعني حتى انسجامنا كان عندنا وقت قبل هذه المباراة كان في وقت طويل في المعسكر، انسجام اللاعبين أكثر. أرضية الملعب ساعدتنا، الأرضية في تايلاند ما كانت تساعد كثير. الحمد لله يعني اللاعب السعودي يمتلك موهبة ممكن في أي مباراة يغير لك أي نتيجة. أحمد أخيرا قرب نايف شوي، أمانة يا نايف إيش رأيك في الجول حق أحمد؟ بصراحة يا نايف جول معلمين بصراحة. أول شيء الحمد لله على كل حال، هذا أقل عيدية نقدمها للجمهور اللي صبر علينا كثير، والناس اللي قالت. هو سألك عن الهدف ما قال لك عن المباراة. إيش؟ سألوا عن الهدف ما سألته عن المباراة. صح، سمعت لأني بسأل عن هدفك. قلت له جول معلمين، يكفي إنه قلت له جول معلمين. أحمد المعلمين هم معروفين خلاص، هو شيخ، هذا الشيخ حقنا. أنا بقول له إن شاء الله للأمام بإذن الله، ودائما طول ما هو كذا بارد معانا ولا يعصب والله بينجحنا كثير، يعني بعد فضل من الله. أحمد، قبل أسألك عن جول نايف أقول لك سألتك في مباراة ماضية عن أهداف المتعة، أنت تريد أن تمتع دائما تجيب بالجواب المثالي الدبلوماسي، الأهم أن يمتع الجمهور. صراحة أحمد أنت تمتع نفسك. بغض النظر يعني مستحيل أو من الصعب إني أجامل أو أمدح نفسي، لكن أيضا لو ما جاء الهدف هذا يمكن كان في مشاكل كثيرة حتحصل، لكن دائما برودة الأعصاب داخل 18 يكون له دور كبير في جمالية الهدف. طيب وش رايك في جول نايف؟ هدف نايف صراحة ريحنا كثير. النايف يتميز بالكرات الراسية، تمريرة نور كانت أكثر من رائع. الجمل التكتيكية ساعدتنا في أن نخرج في أعلى مستوى اليوم. المهم جول معلمين هدفه ولا جول أساتذة ولا كيف؟ هو يقول جول معلمين، وأنت ايش تسمي جوله؟ مدرسين. يعطيك العافية أحمد. نايف 270 دقيقة كنا صايمين عن التهديف، يعني هدف من ركلة جزاء. اليوم أول هدف متحرك اللي هي الضربة الرأسية، الحمد لله قدرنا نسجل، كنا خايفين ما عندنا أحد يسجل يا كابتن. لا بالعكس، أول شيء الحمد لله على كل حاجة. قلت لك هذا أقل عيدية نقدمها للجمهور الغالي، الجمهور اللي صبر علينا كثير بصراحة. هذا يعني إيش أقول لك، الأمير نواف بن فيصل إنسان تعب معنا كثير بصراحة بالفترة اللي فاتت، سوى كل شيء، هيا لنا كل الأمور الداخلية بصراحة بيننا. اليوم قلنا بصراحة يا عيال ما لنا أي عذر، لازم نقدم اللي علينا أقل شيء، يعني يكون لنا حظ ما وجه، والجمهور اللي بيحضر لنا ولا للآن ما قدمنا له يعني أي مقابل بصراحة. والأمير نواف اللي دعمنا كثير الحمد لله اليوم أثبتنا إنه نحن إن شاء الله نحضر من المكان الصعب، وخاصة في وقت الناس كانت بتعيد برا، يعني ما عيدنا مع أهالينا. إلا اليوم لازم العيدية هذه حقتنا. لا والله عيدتونا اليوم. والله شوف صراحة عندنا ناس كثير يعني لا شافوا عيالهم بالعيد، لا شافوا ولا شيء. اليوم حاولنا قد ما نقدر إن احنا أقل شيء إن نجيب 3 نقاط، هذه عيدية منا نحن
للجمهور وكل الموجودين معنا من راب بن فيصل وكل من خلف هذا المنتخب، وان شاء الله باذن الله الثلوث الموعد مع عمان. الثلوث انا كنت بكلمك الثلوث يا كابتن، لو ما صار لو سمح الله ما صار النتيجه ايجابيه هالمباراه ما لها اي اهميه كابتن. لا خليك متفائل، ابى اقول لك شيء، انا متفائل. خليك متفائل زي ما الناس كانت اليوم متفائله بصراحه كثير. الشارع الرياضي السعودي والعربي كان كله متفائل بهذا الفوز. الحمد لله اليوم فزنا ولسه كمان ان شاء الله باذن الله نجيبها الثلوث. ابغى ان شاء الله باذن الله طلب مني انا وجميع اللاعبين عني وعن اللاعبين، نبغى الملعب ده يتملى ان شاء الله ثلوث اكثر من اليوم صراحه. يعني هذه الجهه ودي الجهه ما نبغاها كذا فاضي، نبغاها يتملى وان شاء الله يصير الفرح باذن الله من عمان والتاهل من سيدني ان شاء الله. انا شفتك لما سجلت جول اشرت بيدك على الجهه هذه وهذه، انت ما جيت الجهات هذه عشانها فاضيه؟ لا اشرت الجمهور كله واعطيته التحيه، لانه انا قلت لك هذا صبر علينا كثير، هذا اقل هديه نقدمها له. طيب ايش الفرق بين معلمين ومدرسين يعني؟ المعلم كانوا يرددوها لزيدان. المدرس؟ لا المدرس قالها فريدي لك اليوم. المدرس هو اللي يدرس. شكرا لك. عفوا حبيبي. شكرا الكابتن نايف الزازي، وشكرا لرجل الامن اللي واقف قدام الكاميرا الله يعطيه العافيه. على كل حال اذا متابعينا الكرام كنا معكم في هذا اللقاءين الخاصه بالكابتن احمد الفريدي والكابتن نايف الزازي. الكل يريد ان يلتقط صور تذكاريه مع الكابتن نايف الزازي بالتاكيد، خاصه من جهاز الامن الموجود هنا في ارضيه الملعب. على كل حال ايضا الشكر موصول لصاحب السمو الملكي الامير نايف فيصل اللي برضه شرفنا اليوم بلقاء عبر القناه الرياضيه السعوديه، نقدم له الشكر. نتمنى ان تستمر باذن الله تعالى هذه البسمه، ان تستمر اغاني الفرح بالوطن والتغني بالوطن. نحن ليس كما يقول نايف انا متشائم، انا متفائل وسعيد كلمه التفاؤل، ويوم الثلاثاء القادم ان شاء الله سيشهد على ان هذا التفاؤل متواجد وسنذهب سويا باذن الله الى المراحل الاخيره. على اي حال هذا ما لدينا فيما يتعلق بالفلاش انترفيو باللقاءات المستعجله. الان نتحول لزميلي رجل الله السلمي، انا وفيصل الملوقي ان شاء الله سنتوجه مباشره الى منطقه المكزون ومنطقه اللقاءات المطوله مع اللاعبين. رجل الله تفضل.